اللي فاكر النايتي بتاع زمان يكتب لنا وكان بيجيبه بكام. عملناه في البيت وب3 كوبايات من الدقيق، كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي، ده غير اللي اتاكر ولا الكواليس. ما شاء الله اللهم بارك. ولادي ما يعرفوش، فانا حبيت اعرفهم النايتي اللي انا كنت بجيبه زمان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، دي حياتي وده شغلي. بحبكم في الله. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، يا رب ينصرهم ويفكوا الغمة عنهم. هنشتغل ايه بقى في المواد بتاعتنا السايلة؟ الاول معانا 1.5 كوباية من السكر، 1.25 كوباية من الزيت، ومعانا 2 كوباية من المية. هنا بقى اتلخبطنا، بس مش يعني الكيكه ما باظتش ولا حاجه، لا الدنيا تمام. حطينا الزيت الاول، المفروض كنا حطينا الزيت بعد الميه والسكر اما يدوب. حطينا الزيت على السكر وهنقلبهم كويس الاول. بعد كده هننزل ب1.5 كوباية من الميه الدافيه، ولازم الميه تكون دافيه او مغليه وفي درجه حراره 70%. هنخلط كده السكر والزيت زي ما قلنا لكم. وبعد كده هننزل ب1.5 كوباية من الميه. اللي يعرف الكيكه دي يبعت لنا ويقول كان اسمه النايتي. هنقلبها كويس. احنا النهارده شغالين بايدينا، ولا بمضرب كهرباء ولا بخلاط. هننزل بمعلقه صغيره من الفانيليا، وهنشتغل بقى في المواد الجافه. بعد ما خلص بالشكل اللي احنا شايفينه ده والسكر ده بخالص. معانا 3 كوبايات من الدقيق، هننزل عليهم بمعلقه لبن بودر، ينفع نستغنى عنها مفيش مشكله. معلقتين كبار من النشا، كيس بيكنج باودر، نص معلقه صغيره من كربونات الصوديوم، ورشه ملح. هنقلب المواد الجافه مع بعض. احلى حاجه ان الكيكه دي اقتصاديه جدا وما فيهاش ولا بيض ولا لبن. هننزل بالمواد الجافه على المواد السايله وهنقلبهم كويس. في الخطوه دي بقى هنحتاج نص كوبايه الميه، عشان احنا عايزين قوام الكيك ولا خفيف ولا تقيل، زي قوام الكب كيك كده بالظبط. معانا صاجين دهنينهم دهنه من الزيت ورشه من الدقيق، هنحط فيهم الكيك بتاعنا. وهنسيب من الخليط السائل بتاعنا ده مع معلقتين كبار. احنا نسينا نقول لكم على معلقه الخل حطيناها في الاخر. هنقسم الخليط على الصاجين بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنفرد ايه الكيك كويس في الصاج عشان خاطر تبقى ايه كلها متوزعه كويس. دي صاجات صغيره. هنجيب بقى معلقتين الكبار اللي اتبقوا معانا من الخليط، هننزل عليهم بمعلقه الكاكاو الكبيره وهنقلبهم كويس. وفي الخطوه دي هنحتاج معلقه ميه كبيره عشان الخليط تقل معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنجيب كيس كريم شانتيه وهنحط فيه الخليط بتاعنا ونفتحه فتحه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونعمل الخطوات دي. هي اكيد ما طلعتش زي المصانع، بس برضو عملناها جودة انضف وحاجات مضمونة في البيت ومعمولة. يعني في اكتر من كده. هنعمل بالطريقة التانية الناحية التانية سمبوكسات كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اللي بقى من الخليط دوت عملناه كب كيك والولاد كلوه عقبال ما خلصنا. مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد بالظبط 35 دقيقة زي ما احنا شايفين كده. الرف التحتاني الاول شغلناه، بعد كده شغلنا من فوق. ما شاء الله اللهم بارك، طلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وتسيبيها تبرد، اوعي تقلبيها وهي سخنة. عندك بقى اي مربى تين، مربى فراولة حطي. انا كان عندي مشمش وفراولة حطيت منها. طبعا جولي ولاد اختي الغلسة وقفت جنبي كده، واخوها واقف الناحية التانية زن زن زن. مش هيمشوا لما ياكلوا من نايتي، فاضطرينا نديهم، بس نديناهم حاجات بسيطة كده عشان هنكمل الباقي. ايه رأيكم؟ ما انا عايزه اقول لكم والله واقفين حواليا بصوا هيخطفوا. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي.
لا انا المفروض افتح مصنع. بصوا خطير، وهم مش صابرين وعايزين يخطبوا بسببهم. بصوا قطعت دي سمبوكسه ما قطعتهاش مظبوطه، اتضايقت منهم قوي بس ظبطت معانا الحمد لله. بصوا شايفين هينتشوا على طول كده، عايزين يخطفوا مني بس ما لحقوش، خطفوا اللي خطفوه بس انا مرضتش اخليهم يكملوا الباقي. بصوا شايفين بشيل منهم الحاجه. ايه رايكم؟ نايت الخطير. احنا بعد كده بقى هنبيع. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، دي حياتي وده شغلي، بحبكم في الله.